السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا، وكل سنة وانتم طيبين. احنا في ايام مباركة، العشر الاوائل من ذو الحجة. وجب علينا قراءة القرآن، ما نضيعش وقت. والادعية والتسابيح، يعني ما تنسوش الحاجات دي. هو الفيديو بتاع النهاردة مختلف شوية، عشان يفكرنا مش كل حاجة هو أكل وشرب وخلاص. لا، ده احنا لازم الأيام دي نستغلها في إن احنا نتقرب من ربنا وندعي. كل واحد عنده حاجة يدعيها ربنا، وأبواب السماء مفتوحة بإذن الله لينا كلنا. أول حاجة طبعا قراية القرآن، وصيام العشر الأوائل من ذو الحجة، وخاصة يوم عرفة. طبعا الناس كلها، المسلمين كلها، محدش طبعا هيفكرك او يفكرك بصيام يوم عرفة. اليوم ده يوم مبارك جدا جدا، وابواب السماء مفتوحة باذن الله لكل مشتاق يتقرب لربنا، وعايز يرجو من ربنا دعاء بالشفاء، بفك الكرب، بالستر، بالصحة. بصي، كل اللي انت عايزه وقوله. مش لازم تبقى حافظ كلمات مترتبة، شيخ قال معرفش ايه، لازم نقولها زي ما قالوا. اللي في قلبك طلعه، وربنا رب قلوب طبعا زي ما انتوا عارفين. وان شاء الله ربنا يستجاب لنا كلنا دعائنا، ويفك كربنا ويفرج همومنا، ويبعدنا عن الأحزان يا رب. بإذن الله النهاردة أوصيكم أول حاجة، بإذن الله كده نتسحر. بعد ما نتسحر عشان ننوي الصيام يوم عرفة، ونصلي الفجر بإذن الله تعالى، وإحنا في أتم صحة بإذن الله. أوصيكم بعد صلاة الفجر مباشرة، وهنسبح التسابيح بتاعت اللي بعد الصلاة. أوصيكم بقراءة سورة الواقع. بسم الله ما شاء الله على السورة دي، سورة جميلة جدا جدا جدا، والرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بقراءتها، مش يوم عرفة بس، في أي يوم أنت عندك فيه شدة. سورة الواقعة دي، لأن في كمان حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله الرسول قال لنا وأوصانا: من قرأ سورة الواقعة لن تصيبه فاقة أبدا. ومعنى الفاقة اللي هو الفقر، لن تصيبك فقر أبدا. خلي بالكم من الحديث دي. الحديث ده عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هقوله لكم تاني: من قرأ سورة الواقعة لن تصيبه فاقة أبدا. ومعنى الفاقة اللي هو الفقر، يعني لن يصيبه فقرا أبدا. طبعا هتقرأ سورة الواقع بنية صافية بينك وبين ربنا، انت متودي ومصلي ونويت صيام يوم عرفة. بإذن الله أبواب السماء بإذن الله هتبقى مفتوحة لك، وتتمنى بقى واللي انت عايزه كله بينك وبين ربنا كده، حتى لو من غير صوت، ان ربنا رب قلوب. ان مش لازم تقولوا وتزعق وتقولي وتزعقي والكلام ده كله. ربنا رب قلوب، انت بينك وبين ربنا كده توجهي وجهك كده للسماء او لربنا، وتدعي له الدعوة اللي انت عايزة تقوليها، وتطلعيها من قلبك وبنية صافية. دي اول حاجة وصانا بها الرسول عليه الصلاة والسلام: قراءة سورة الفتح. سورة الواقعة، انا اسفة، سورة الواقع وصانا بها الرسول عليه الصلاة والسلام، خاصة بقى لما تقريها وانت صايمة يوم عرفة بإذن الله. تاني حاجة هتقوليها برضو بعد سورة الواقعة والدعاء اللي انت عايزة تقوليه كده يا حبايبي. زي ما قلت لكم، تاني حاجة الحوقلة، اللي هي: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنقولها 300 مرة، أوصانا بها الرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه أفضل الصلاة والسلام. أي حاجة طبعا ربنا وصانا بيها والرسول وصانا بيها، فإيه واجب علينا إن إحنا لازم ننفذها، وخاصة في الأيام المفترجة دي. يوم عرفة ده يوم طبعا اليوم ده بيحصل فيه كل حاجة حلوة. انت بتبقي صايمة وبتصلي وقريبة من ربنا، واليوم ده أصلا تكفير للذنوب، تكفير سنة عدت وسنة جاية. برضو دي عندنا معروفة كده، أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وموجودة في القرآن. بصي كل حاجة ربنا وصانا بيها لازم نعملها. يوم عرفة ده يوم مفترج جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم كده هنقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 300 مرة على السبحة الكبيرة اللي هي 99 حباية. هنقولها 3 مرات، 3 مرات هيبقى فيه 3 حبايات. هنقولهم بعد ما نخلص 3 مرات على السبحة عشان نوصل لإيه 300 مرة. يعني الحباية 99 يبقى فاضل حباية، قلناها 3 مرات يبقى فاضل 3 حبايات. بعد ما تخلصي ال3 مرات بإذن الله هتقولي 3 مرات لوحدهم من غير السبحة، يبقى كده عدينا 300 مرة. ودي الحولقة دي أحلى حاجة فيها لتفريج الهموم والكروب والأحزان. يا سلام، أحلى حاجة ليك في الدنيا إن انتي تفريج همومك وكروبك وأحزانك. وفك الكرب. يعني بصي أحلى حاجة فك الكرب وبعد عنك الأحزان يا رب، أنا وانتي وجميع المسلمين يا رب. وتفريج الهموم. ما وصكوش يا حبايب قلبي ان انتوا تتفرجوا على الفيديو ده مش عشان مشاهدات والله ولا اي حاجة. ده وصية مني لكم كأخت مسلمة بتوصي بيها المسلمين اللي زيها في أي بلد وفي أي دولة عربية أو مسلم في أي دولة أجنبية. دي وصايا مني لكم، وصية مني لكم. ويا عالم هنتقابل تاني ولا لأ. وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين جميعا. ويعد علينا الأيام بخير يا رب وعلى الأمة الإسلامية جميعا. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.